يا صباح الخير وصباح الجمال، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بألف خير. انا رانيا من قناة رانيا ستايل. لو اول مرة بتشوفيني متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة، تفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك. شايفين الجمال بقى والحلاوة دي؟ النهاردة نعمل مع بعض الباتيه بتاع الافران اللي هو بيكون محشي بالشوكولاتة. تعالوا يلا مع بعض نبدأ. اول حاجة عايزة كوباية من المية الدافية، وهبدأ اضيف فيها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكمان هحط فيها معلقة كبيرة من السكر. وهبدأ ان انا اقلب المكونات بتاعتي كلها مع بعض علشان خاطر كله يمتزج مع بعضه. والخميرة بتاعتي هنا انا بعمل الخطوة دي ليه؟ علشان خاطر ما احطهاش على الدقيق والمكونات والاقيها بوظت لي الدنيا طبعا، وممكن تبقى مش صالحة للاستخدام يعني، او مش هتخمر العجينة بايظة. ف فعملت الخطوة دي علشان بس اشوف الخميرة بتاعتي ايه نظامها، وبعدين نبدأ نشتغل على طول. هنا بقى هجيب اي حاجة كده اغطي بيها الكوباية علشان خاطر اسيبها تختمر كده في حتة دافية. بعد 5 دقايق هاجي اشوفها علشان نشوف يعني فعلا هي كويسة ولا لا. سيبيها بقى على جنب كده وتعالي نشتغل مع بعض، نشوف اي حاجة تانية هنعملها ايه على ما تتخمر. بصوا كده اهي، شايفين؟ انا سبتها شوية طبعا 5 دقايق وبعدين رجعت. بصوا بقى كده، اللي هنجيب مع بعض بولة وبعدين هنبدأ نحط فيها الخميرة بتاعتنا اهي، شايفين؟ وهبدأ بقى اضيف باقي المكونات على الخميرة طالما لقيتها صالحة وكويس. اول حاجة اجيب نص كوباية من الزيت، لو ما عندكيش زيت حطي زبدة، نص كوباية من الزبدة السايحة او السمنة السايحة براحتك خالص. وكمان هضيف بيضة، كمان عايزة اضيف علبة زبادي، وكمان هنضيف معلقتين كبار من اللبن البودرة. هضيف لكم الزبادي دلوقتي، بس دلوقتي انا حطيت معلقتين كبار من اللبن البودرة. ده لبن بودرة. طبعا اللبن البودرة عارفين ان بيخلي المعجنات بتاعتنا طرية وحلوة. هنا اهو الزبادي هضيفه، اي نوع زبادي عندك تحطي كوباية واحدة بس. وهنبدأ بقى ان احنا نضيف ذرة من الملح وبعدين نقلب كل المكونات مع بعض. جيبي المضرب بتاعك بقى وقلبي المكونات كويس قوي مع بعض لحد ما كله تلاقيه تجانس مع بعضه ومفيش اي تكتلات ولا اي حاجة يعني تكلكع في العجينة او كده. بصوا شايفين بقلب ازاي؟ مضرب بقى بمعلقة بأي حاجة عندك، أهم حاجة ان المواد السائلة دي كلها تتجانس مع بعض. هنا بقى ده دقيق مصري فاخر عادي خالص ومتعدد الأغراض. هضيف نص كيلو من الدقيق. نص كيلو من الدقيق ده عمل 4 كوبايات معايا. هوريكم دلوقتي بالمعيار عشان تبقوا عارفين احنا حطينا قد ايه. بصوا كده بضيف واقلب كده عشان اعرف ان الدقيق تجانس ولا لا، محتاجة او مش محتاجة، علشان طبعا ما احطش كله على بعضه وبعدين الاقيه يعني عايز سوائل تانية او كده، فانتي خلي بالك من الحتة دي. بصوا كمان اهو كوباية، هنحط 4 من المج الازاز دوت اللي هو نص كيلو دقيق يعني. تقلبي بقى، وطبعا هنشيل المعلقة الخشب دي ونبدأ ان احنا نعجن طبعا بايدينا، او لو عندك عجان يبقى اسهل كتير. ولازم بقى تخلي العجينة كده متجانسة. هوريكم شكلها دلوقتي عامل ازاي. تقلبي بقى اهو. بصوا بقى شايفين؟ ابدأ بقى ان انا اشتغل كده عجينها عجن كويس جدا بايديا على رخامة بقى وعلى اي حاجة عندك.
شايفين بقى العجينة طرية قد ايه في ايديا؟ شايفينها كده؟ هي بس عايزة تتلم وخلاص. اهي كده بعد ما خلاص عجنتها عجن كويس. شايفين؟ هبدأ بقى ان انا اغطيها كويس جدا بفوطة عندي تكون تقيلة علشان خاطر تخمر كويس جدا. بصوا بقى اهي بوريكم شكلها ومش بتلزق وطرية جدا وناعمة كده. تسيبيها بقى شوية حوالي ساعة ولا حاجة عشان تخمر، او حسب طبعا درجة الحرارة عندك. وبعدين نبدأ ان احنا نشوفها بقى. بصوا كده شايفين؟ بصوا قد ايه، شايفين خمرت وبقت جميلة ازاي. تعالوا بقى كده على الرخامة نبدأ ان احنا نحط زيت او دقيق، وتبدأي ايه تدهني كده علشان العجين ما يلزقش بس معاكي. وهنبدأ بقى ان احنا نحط العجينة بتاعتنا على الرخامة، ونبدأ ان احنا نقطعها لدوائر صغيرة متساوية. دوائر متساوية اهم حاجة، مش صغيرة، دوائر متساوية. يعني مثلا 4 دواير او 5 دواير حسب طبعا العجينة بتاعتك. انا هقطعها 5 دواير علشان هنبدأ ان احنا نفردها بقى مع بعض. انا بس اديت لها فردة بسيطة قوي. شايفين طراوة العجينة في ايدي عاملة ازاي؟ نبدأ بقى ان احنا نقطع كده اهو. ادي اول دائرة، تانية. حسيت ان في واحدة اكبر من التانية ممكن تشيلي منها جزء وتضيفيه على التانية عادي براحتك خالص. العجينة في ايدك وبتقدري تتحكمي فيها. بصوا بقى شايفين اهو، دي لقيتها كبيرة شوية فهبدأ ان انا اخد منها جزء صغير كده واضيفه على دي. اعمليها بقى دوائر صغيرة يعني خليها شكلها متناسق كده. وبعدين بقى يلا نشيلهم كده على جنب، وبعدين نبدأ ان احنا نفرد العجينة واحدة واحدة. نفرد واحدة واحدة. دي اول واحدة اهي، هفردها معاكم كويس قوي، اوريكم ازاي هنفردها. وكمان هنستخدم المفردة. نجيب بقى كده المفردة ونفرد بيها اسهل لنا. بصوا شايفين؟ تفضلي بقى تفردي لحد ما تبقى كبيرة معاكي. نجيب بقى الزبدة بتاعتي. دي زبدة من التلاجة، زبدة فرن او زبدة اللي هي الصفرة، اي نوع عندك استخدميه، او الزبدة البلدي براحتك خالص. تبدأي ان انتي بقى ايه تضيفيها بقى كده على العجين من فوق، وتبدأي ان انتي تشبعي العجينة كلها بالزبدة، اطرافها بقى ومن جوه ومن بره، من كل حتة. بصوا شايفين؟ بدهنها كده، بدهن الوش بتاعها كله، بتشبعيها كويس جدا بالزبدة. هنا بقى اشيلها كده على جنب واكمل بقية العجين. عايزين نفرد ال5 دواير اللي احنا عملناهم مع بعض. حطيها بقى في صينية او في اي حاجة، وبعد كده هوريكم هنعمل ايه. لان احنا هنحط طبقات العجين دي فوق بعضها، نرصهم فوق بعض كده. وهوريكم دلوقتي شكلهم عامل ازاي بعد بس اعمل لكم التانية دي، وبعدين اوريكم شكلها عامل ازاي. بصي تفضلي تفردي كده. اهم حاجة عندك ان الدوائر العجين تكون قد بعضها، علشان لما تيجي ترصيهم فوق بعض يبقوا برضو متجانسين وقد بعض. شايفين؟ عشان لما نيجي نقطع بعد كده بقى تبقى سهلة بالنسبة لنا، متقطعش مننا او تلاقي حتة طالعة برا حتة. هنا بقى برضو هضيف على التانية الزبدة اهي واشبعها كويس جدا. واوريكم بقى بعد ما خلصت خلاص وضفتهم كلهم فوق بعض عاملين ازاي. والله انا في المعجنات معلش الفيديو بيكون طويل شوية، لان بحب اوريكم كل خطوة عملتها علشان مفيش حاجة تبوظ منكم او يعني تنسوها او تتلخبطوا فيها او كده. فبحب ان انا يعني ما اسرعش الفيديو علشان تشوفوا الخطوات كاملة ازاي. هنا برضو هضيفها على التانية.
برصها فوقها كده وهوريكم بقى شكلهم عامل ازاي اهو. اهي بعد ما انا رصيتهم فوق بعض، شايفين اهو طبقتين فوق بعض اهو. هكمل بقى الخمسة كلهم فوق بعض، 5 قطع كلهم فوق بعض. اوريكم شكلها اهي، شايفين بقى اهو. لسه طبعا هنفردها تاني اكتر، بوريكم الطبقات يعني. كده خلاص بعد ما حطينا كله على بعضه كلهم فوق بعض، هبدأ بقى ان انا اقطع كده العجين بتاعي من النص، وهضيف الجزء ده على الجزء ده. طبعا هجيب بقى كيسة كده تكون كيسة تلاجة او كيسة عادية عندك وتحطيها فيها، وعايزين ندخلها التلاجة حوالي ساعة. بصوا بقى اهو، كده هتدخليها في الكيس وتحطيها في التلاجة، تقعد بقى معاكي ساعة، ساعة ونص. احنا عايزين الزبدة بقى اللي احنا حطيناها بين الطبقات دي تتماسك في بعضها. هنا بعد ما طلعتها بقول لكم بقى، بصوا شايفين شكلها. هبدأ بان انا افردها معاكم كده زي ما انتم شايفين اهو، وبالمفردة برضو بتاعتي، واحاول ان انا اخليها على شكل مربعة يعني او مستطيلة. ولو ما اتظبطتش معاكي بتحاولي ان انتي تظبطيها بالسكينة كده من الاطراف وتشيلي الزوايد. بصوا شايفين بقى الجمال ده، شايفين قد ايه العجينة حلوة كده وطرية معاكي وناعمة كده مورقة، شايفين قد ايه. هبدأ بقى اعمل ايه دلوقتي، هجيب السكينة وابدأ اقطعها معاكم اللي زي مستطيلات كده، علشان طبعا نبدأ ان احنا نحشيها بالشوكولا. ظبطيها بس كده انتي بطريقتك بقى، وبالسكينة هنقطعها بقى ايه كده لمستطيلات، وبعدين هنقطعها من النص. شايفين عامله ازاي. هوريكم بقى دلوقتي بعد ما اخلصها خالص واقطعها كلها اهي، قطعتها من النص. اجيب بقى الشوكولاته بتاعتي وابدا ان انا احط كده قطع فيها. يستحسن طبعا الشوكولاته تكون شوكولاته سايحه زي النوتيلا او اللي هي الانواع التانية دي، بس تكون سايحه. لكن انا هحط هنا الشوكولاته الخام. الشوكولاته الخام وقت التسويه هتكون سايحه شويه، ولسه العجين يعني الباتيه سخن، لكن لما يبدأ يبرد هتلاقي الشوكولاته اتجمدت تاني. فبيستحسن اللي هي بتكون نوتيلا يعني او اي حاجه سايحه، اي حاجه بتحبيها تكون سايحه. بصوا بقى شايفين كده. هرص بقى الشوكولاته فيها كلها، نبدأ بقى نلف واحده واحده كده، نعملها زي الساندوتش اهو. بالراحه بقى طبعا عشان العجين طبعا طري، طري جدا لان الزبده مطريه خالص، عشان كده قلت لكم نحطه في التلاجة شويه. جيبي بقى عندك الصينيه اللي هتحطي فيها او الصاج او اي حاجه يعني، دهنيها بالزيت. لو ما عندكيش ورق زبده، لو عندك ورق زبده بتضيفي ورقه في قاع الصاج كده، وبعدين تبداي ان انتي ترصي الباتيه بتاعك بقى. واقولكوا بصوا مورق ازاي وحلو. هنبدا نرص واحده واحده اهو في الصاج بتاعنا. طبعا بقى عشان تخلي الوش بتاعها كده حلو كده ومحمر،
هنجيب بقى ندهن الوش بتاعنا يا اما بالنسكافيه وشويه لبن عليه، والفرشه كده تدهني الوش، او لو مش ما عندكيش نسكافيه ممكن تدهني بالبيض زي ما انا هعمل كده. تجيبي صفار البيض وبتحطي عليه فانيليا، وتبدأي ان انتي تدهني وش المخبوزات بتاعتك. طبعا بقى عندك سمسم بتزوقي بالسمسم، عندك حبة بركة بتحطي حبة البركة، مش عايزاها سادة براحتك زي ما انتي حابة. هنا مرضتش ازنق في بعضه عشان لسه هتخمر تاني، هغطيها طبعا تخمر تاني. بسيبها بقى تخمر شوية كمان علشان طبعا كل ما بتخمر كل ما بتديكي نتيجة احسن وافضل. ماشي. هنا بقى بتغطيها بحاجة تقيلة جدا علشان برضو تاخد خمر كده حلو. وبقى نجيب بقى البيضة بتاعتنا كده ونبدأ ندهن وشها طبعا بعد ما خلاص خمرت. عندك قشطة ممكن تدهني الوش بتاعها بالقشطة برضو من غير بيض، يعني لو الناس مش بتحب البيض. بصوا بقى تحطوا كده اهو. تدهني بقى كويس من الجناب بقى ومن الوش كده ومن الظهر ومن كله. ممكن على البيضة تحطي حتة زبدة بسيطة سايحة برضو بتدي لون حلو كده. بصوا الجمال بقى. طبعا الفرن بتاعك بقى كنت تكوني مشغلاه اثناء ما انتي بتدهني الوش كده، يكون سخن طبعا. ويستحسن ان انتي تسوي في فرن الغاز او فرن البوتاجاز بعيد عن فرن الكهرباء، لان فرن الكهرباء بينشف المخبوزات، اي حاجه فيها معجين او مخبوزات بتنشف. الا طبعا لو انتي عايزه تعملي حاجه تبقى ناشفه اصلا زي الرقاق زي الحاجات دي عادي، لكن الحاجات اللي هي عايزاها طريه زي المخبوزات او كده والمعجنات دي لازم تسويها في حاجه بعيد عن فرن الكهرباء لانه بينشف يا جماعه. هضيف بقى السمسم بتاعي حبة البركة اللي عندك بقى متاح، ودخلي بقى الفرن بتاعك ويلا نشوفها بقى بعد ما استوت شكلها عامل ازاي. وطبعا بألف هنا وشفا. بصوا بقى الجمال بعد ما خرجت شكلها عامل ازاي. جميلة يا جماعة، تحفة 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 بجد. جربوها لأولادكم، ويا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم وبسيط وما طولتش عليكم طبعا. واشوفكم دايما على خير. ما تنسوش اللايك والاشتراك والشير وتفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. وباي باي.